غانا الهوى غانا ورمانا الجنى رمانا. مش عايزين نسمع الكلام ده بكرة، مش عايزين نسمع الكلام ده بكرة. بدل جانا الهوى هيتقال علينا غانا الهوى. يا لعيبة مصر، يا مستر فيتوريا، اللي حصل في ماتش موزمبيق ده يا ريت تكون مباراة وعدت وانتهت. انتوا استهترتوا بمنتخب موزمبيق، وفي الاخر بعد ما كنا كسبانين في اول دقيقتين احنا اللي تعادلنا وبصعوبة. وضربة الجزاء اللي جت لمحمد صلاح اللي كان سبب فيها مصطفى محمد نجم المنتخب في الماتش اللي فات كانت هتضيع، بس ربنا ستر ودخلت وتعادلنا، لان الهزيمة كانت هتبقى فضيحة، كانت هتبقى فضيحة، بس ربنا ستر وتعادلنا. ممكن النقطة دي اللي احنا خدناها في ماتش موزمبيق تبقى سبب في صعودنا للدور الجاي. فماتش غانا بكرة مش هيبقى الاسم على 2. ماتش غانا مش هيبقى الاسم على 2، خاصة ان منتخب غانا اتغلب الماتش الاولاني من الراس الاخضر. يعني كان كله يقول لك توقعات المجموعة دي ايه، يقول لك مصر وغانا في الدور ال 16. مصر وغانا كانوا يبقوا في الدور ال 16. حصل العكس، الراس الاخضر عندها 3 نقط، وموزمبيق ومصر عندهم نقطة، وغانا ما عندهاش. بكرة بإذن الله الماتش خلاص، حياة أو موت. 3 نقط، حياة أو موت. فبطالب من كابتن منتخب مصر محمد صلاح تثبتوا لنا إن انتوا كنتوا في غيبوبة الماتش اللي فات. اثبتوا لنا إن انتوا كنتوا في غيبوبة الماتش اللي فات، والاستهتار وصلنا للمرحلة اللي احنا وصلنا لها في آخر الماتش موزمبيق. يا ريت تثبتوا لنا ده، يا اما كده يا اما انتوا ما تستحقوش ترددوا تلبسوا تيشيرت مصر. محمد صلاح انت كان اداءك سيء جدا الماتش اللي فات. مسميين منتخب مصر بمنتخب محمد صلاح. فين بقى؟ ما بنشوفش الكلام ده، ما بنشوفش بقى الكلام اللي بيحصل مع ليفربول. فعايزين بقى نشوفه بكره، عشان بكره مش هزار، بكره مش هزار. وإن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا بكرة، والفوز وحظ 3 نقاط والعبور لدور ال16. لدور ال16 يعني في البطولة، عشان شكلنا ما يبقاش وحش قوي، يعني عشان شكلنا ما يبقاش عرة، شكلنا ما يبقاش عرة. نيجي بقى لنادينا العظيم نادي الزمالك، وأخبار نادي الزمالك، وإن شاء الله الخير جاي، الخير جاي. طبعا انا يعني الكلام اللي كان الفترة اللي فاتت ان انتهاء يعني ازمة القيد، وقلت خلال ساعات بناء على الاخبار، مش على بناء على الاخبار ان خلال ساعات ان القيد هيتفك. وفعلا القيد خلصان، القيد ازمة القيد خلصانة، بس الاعلان الرسمي امتى الله اعلم. أزمة القيد خلصانة يا جمهور الزمالك، اطمنوا، أزمة القيد خلصانة، بس الإعلان الرسمي دي بتاعت مجلس الإدارة، دي بتاعت مجلس الإدارة. يعني خلاص أزمة القيد انتهت. مع الإعلان الرسمي بانتهاء أزمة القيد من مجلس الإدارة هتلاقوا بقى إيه الإعلان عن الصفقات. بس في كلام بقى عن الصفقات، في كلام عن الصفقات. مش دي الأسماء اللي جماهير الزمالك منتظراها. اولا مش هجيب اي حد وخلاص، معلش يعني، مع احترامي لكل الاسماء
اللي هي ممكن تتضم لنادي الزمالك زي ما سمعنا الفترة الأخيرة. يعني ناصر ماهر ما عنديش مشكلة إن هو يجي الزمالك، ناصر ماهر ما عنديش مشكلة وخلاص، بيخلص وجاي بإذن الله يعني. كلام بقى على اتنين اللي أنا مش عارف، يعني إحنا كان عندنا زيهم، إحنا عندنا لعيبة يعتبر زي اللي إحنا بنتفاوض معاها. يعني هنجيب محمد شحاتة وشيكا من طلائع الجيش. طب أنا مش فاهم ليه إحنا عايزين نجيب أسماء يعني ترفع الفريق يعني أقول إيه، أسماء عشان ترجع نادي الزمالك تاني، صفقات مميزة. يعني محمد شحاتة أنا يعني مش حاسه، يعني مش حاسس إن هو يليق بنادي الزمالك. عبد الرحمن شيكا هو لعيب كويس وكل حاجة، بس مش هو برضه اللي يجي نادي الزمالك. ممكن أكون مخطئ. هشام صلاح زي ما قلنا قبل كده بتاع الاتحاد، برضه لا أنا عايز يعني في فترة كده، في الفترة بتاعت المستشار مرتضى منصور، أشرف بن شرقي جه وفرجاني ساسي جه ونجم، يعني ونجم برضه كان عليه علامة استفهام أول ما شفناه مع نادي الزمالك، بس كان برضه ونجم كان حاجة جامدة، وكان أجمد من أشرف بن شرقي في الوداد. يعني كان أجمد من أشرف بن شرقي في الوداد، بس لما جه الزمالك حصل العكس. أشرف بن شرقي بقى هو محبوب الجماهير ومعشوق الجماهير، وهو اللي عمل كل حاجة في الزمالك. ونجم يعني ملوش بصمات مؤثرة قوي، يعني غير مثلا جون الترجي بتاع، يعني ملوش أي حاجة مع الزمالك. فيا ريت بطالب المجلس الإدارة، لو مش هنعرف نجيب صفقات مميزة، يا ريت ما نجيبش. لو مش هتعرفوا تجيبوا أسماء ولعيبة بقدر نادي الزمالك، يا ريت ما تجيبوش أي حد والسلام، عشان ما تجيبوش في الفترة دي وتدور ان انت هتبيعه ازاي بعد كده، زي ما حصل مع عمرو السيسي، زي ما حصل مع لعيبه كتير. يعني الزمالك عبد الغني مشي، رؤى قريب جدا هيمشي، السيسي هيمشي، حاتم سكر من الاشبال هيطلع اعاره او هيتباع. في لعيبه كتير، يعني في لعيبه كويسه في انديتها، بس ما تقدرش تلعب في نادي كبير. انا عايز صفقات يعني زي اللي كانت عندنا. يعني عايز واحد مثلا زي اشرف بن شرقي، واحد زي فرجاني ساسي، واحد زي الخاين اللي اسمه امام عاشور ده. لعيبه تقيله في الملعب، لعيبه يعني تصنع الفارق. مهاجم مثلا زي مصطفى محمد، لعيب بديل لزيزو، نفس كفاءة زيزو. لا، ما انتوا لو دورتوا هتلاقوا. انما معلش، يعني مش عبد الرحمن شيكا ومحمد شحاتة، لا، مش ناقصة مرض تاني. والنبي مش ناقصة مرض وفقع تاني. ممكن الصفقات دي يعني لو جت تنجح مع الزمالك، ممكن، وارد جدا، وارد وانا اكون مخطئ في كلامي، وكلامي ده يعني عادي، يعني ان انا اكون يعني مغلط في كلامي، بس العينة بتبان يعني. فيا ريت بطالب من مجلس الإدارة، كل جمهور نادي الزمالك مش على آخره. فخلاص انتوا عملتوا الصعب وفي أصعب الفترة الجاية، بس ربنا يعدي المرحلة دي على خير. وحليتوا أزمات كتيرة، ومشكلة القيد اللي كانت معقدانا في عيشتنا اتحلت خلاص، بس هتعلنوا امتى الله أعلم. يا ريت الصفقات والأسماء اللي هتيجي نادي الزمالك تكون على قدر
نادي الزمالك ويقدروا يلعبوا باسم نادي الزمالك ويشيلوا نادي الزمالك من الأزمة اللي هو فيها دي. أشوفكم على خير، وإن شاء الله النصر بكرة لمنتخبنا. السلام عليكم.